انتهى كاس العالم، ميسي قفل اللعبه. كنا دايما بنقول ان كره القدم ظلم، بس ميسي جه كسر كل النظريات دي. الماتش ده ختام لاحلى كاس عالم واحلى مباراه نهائيه الواحد شافها في حياته. لو هتكمل فرجه استحملني يا معلم، عشان الحلقه دي هتبقى للتاريخ وهتبقى طويله قوي، ولو مستني نتيجه المسابقه هنقولها بس في الحلقه. مساء الخير، انا اسلام والحلقه الاخيره من برنامج اسلام في كاس العالم قطر 2022. في الاول انا عايزك تتخيل معايا لو مارادونا لسه عايش. طب بلاش، انا عايزك تتخيل معايا كريستيانو رونالدو عامل ازاي دلوقتي. ده ماتش اكيد محدش فينا هينساه، وانا هقول لك ليه. الاول ده ماتش صراع ما بين اتنين بيلعبوا في فرقه واحده، ميسي ومبابي، حاضر وبكره. ماتش هيحدد مين احسن لاعب في كاس العالم. الماتش ده بيحدد حاجات كتير قوي ما بينهم، مين هيبقى احسن لاعب في كاس العالم، مين هداف كاس العالم، مين احسن لاعب في العالم. ومش بس ده هيحدد مين الكبير في باريس سان جيرمان. انا الكبير. مش بس الماتش ده هيحدد مين احسن لاعب شاب، ومين احسن حارس مرمى، ومين احسن لاعب وكل حاجه. وكمان الاهم، مين احسن لاعب في تاريخ الارجنتين، ميسي ولا مارادونا. وكلنا قبل ما نبدا الماتش كده شفنا شويه لقطات حلوه، بس قبل ما نقول عليها ما تنساش بقى احنا اخر ماتش لايك وشير وسبسكرايب. شفنا قبل الماتش ميسي وهو بيسلم على مبابي وبيحضن جريزمان، وشفنا كلنا ماكرون رئيس فرنسا وهو قاعد في المقصوره ونافش ريشه، وقال لك من الماتش اللي فات ان فرنسا عمرها ما خسرت نهائي. وشفنا اجمل حفله ختام لكاس العالم، وشفنا ايلون ماسك ورونالدينيو وكاسياس وبيكهام، واتعزف النشيد الوطني الارجنتيني. والله عمرنا ما شفنا ميسي بيقول النشيد بقلب كده. واتعزف النشيد الوطني الفرنسي، وشفنا بنتنا بقى فرح الدباني، دي سوبرانو عالمي. ومنتخب فرنسا واقف بيغني بمنتهى الفخر. وعايز اقول حاجه على منتخب فرنسا، منتخب فرنسا ايه ده، تحس انه منتخب افريقي. امبابي وتشاوميني من الكاميرون، وكوندي من بنين، وكوناتيه وديمبلي من مالي، وكومان وفوفانا من غينيا وكوتيفوار. يعني تحس كده مفيش حد من فرنسا اصلا غير رابيو وكام واحد كده. انا قلت اقول لكم معلومه على المشي. ثانيا، فرنسا كانت مستحلفه انها هترفع علم لا مؤاخذه لو كسبت. معلش يا فرنسا، ده كاس العالم للرجال. لو مش مصدقاني وانت راجع كده عدي على المانيا وهي هتفهمك. ده ماتش للتاريخ، كلنا اكيد عمرنا ما هننسى الماتش ده، وفي يوم من الايام اكيد هنرجع نتفرج عليه تاني زي 98. عشان كده لازم الماتش ده تاخد فيه الزيتون. وقيمة المباراة على استاد لوسيل الدولي ما بين راقصة تانجو الأرجنتين والديوك فرنسا. تصنيف الفيفا الثالث والرابع، يعني ضرب نار. والاستحواذ 54-46، والانذارات 5-3، والركنيات 6-5، والتسللات 4-4. والفرقتين كلنا عارفين ان هم اكيد مش حبه. يعني الارجنتين مثلا ميسي، دي ماريا والفاريز. فرنسا امبابي وجيرو وجريزمان. يعني دول واخدين كاس العالم مرتين ودول مرتين، ولا تاريخيا دول بقى عندهم مارادونا وزانيتي وباتيستوتا، ودول بلاتيني وهنري وزيدان. وهداف منتخب الارجنتين ميسي 98 جول، وهداف منتخب فرنسا جيرو 53 جول. يعني من الاخر فرقتين تقال قوي، وهيخشوا راس براس، وهنتفرج على ماتش معجنه. والفائز بالمسابقه بتاعتنا هو ألف مبروك يا معلم، توقعت معانا صح. عشان تاخد التيشيرت بتاعك تواصل مع الصفحه بتاعتنا. التحكيم النهارده كان عظيم، التحكيم كان بولندي، بس احنا برضو استغربنا في الاول كده، عارفين ان الفيفا ليها قرارات ان ما ينفعش حد من نفس القاره يحكم الماتش، بس قلنا مش مهم. بصراحه شفنا في البطوله دي التحكيم ما كانش قد كده، بس التحكيم بتاع النهارده كان على مستوى المباراه. انت كده فاهم الكلام على ايه؟ تعالى اديك التلخيصه لاحلى ماتش. ابتدت المباراه بالنسبه لنا كلنا بمفاجاه. دي ماريا بيلعب ناحيه الشمال، وهجوم من الارجنتين كاسح. وفي الدقيقه 15 دي ماريا ضيع كوره، وعلى فكره هتسمع في الشوط الاول اسم دي ماريا كتير، لحد الدقيقه 21 ضربه جزاء لدي ماريا بصراحه مشكوك فيها، ويدخل يشوطها ميسي بطريقه ميسي. اصل بصراحه ما ينفعش نقارن ميسي غير بميسي. وبكده اصبح هداف البطوله. اصل بصراحه الكوره بتحبك. 4 ضربات جزاء في بطوله واحده، لا الكوره بتحبك. لحد نص ساعه الارجنتين مسيطره، بس كل هجمه تحس ان لازم الكوره تروح لدي ماريا. 5 هجمات للارجنتين و0 لفرنسا لحد الدقيقه 35، ونشوف الجون الثاني للارجنتين، بس حلاوته كلها في اللمسات. ودي ماريا يجيب جون يليق ان هو يكون نهايه اسطوريه للاعيب كبير. على فكره ده لعيب عنده 34 سنه ومتعنا كتير. وفي الدقيقه 40 بدون اي مقدمات كلنا اتفاجئنا بتغييرين لفرنسا، جيرو وديمبلي، ونزول تورام وموانيه. بصراحه كلنا اتفاجئنا جدا لغايه اللحظه دي من
كناش فاهمين ايه سبب التغيير. وخلص الشوط ويجز ولعها ما بين الشوطين، وهوبا دخلنا على الشوط الثاني. ومع بدايه الشوط على طول الارجنتين كابسه وتحس انها عايزه تجيب الثالث. وفي الدقيقه 48 لوريس يصد حته شوطه من ديبول، وفي الدقيقه 64 خروج دي ماريا بلقطه جميله ينهي بيها مشواره. لحد هنا بنشوف اوحش ماتش في تاريخ فرنسا. لحد الدقيقه 70 نشوف اول هجمه لفرنسا، لا بجد والله اول هجمه لفرنسا. والدقيقه 78 نشوف تاني هجمه لفرنسا، والله تاني هجمه لفرنسا، بس تتحول لضربه جزاء بس مشكوك فيها برضه، ويخش مبابي يفرم الشبكه ويتساوي مع ميسي هداف المونديال. ونشوف ماكرون اخيرا طلع لك صوت. وفي الدقيقه 81 ثالث هجمه لفرنسا، والله ثالث هجمه لفرنسا. شفنا حته جون لمبابي مش طبيعي والله. اي لعيب طبيعي في نهائي كاس العالم وفي التوقيت اللي زي ده الطبيعي ان هو يستلم الكوره ويشوطها براحته، بس الجاحد يشوطها فيرست تايم وهو بيقع ويشمبر الجون ويتعادل لفرنسا ويبقى هداف البطوله، ونرجع لنقطه الصفر تاني والتعادل بين الفرقتين والماتش يولع. وفي الدقيقه 94 مدافع الارجنتين بفدائيه يرجع كوره لمارتينيز بركبته، انت عالمي يا ابني. والارجنتين لسه بتحاول لحد الدقيقه 96 حته شوطه زي خضات الفيسبوك كده ولوريس تألق فيها. حقيقي انت حارس عملاق. وبكده يخلص الشوط الثاني ونروح لسادس مباراه اضافيه في المباراه النهائيه في تاريخ كاس العالم. وابتدى الشوط الاضافي الاول، وفي الدقيقه 101 الارجنتين يعمل تغييرين بخروج ديبول والفاريز ونزول باريدس ومارتينيز ابو اورا، انحس واكلح لعيب في تاريخ الارجنتين. يعني الغطاسه بتاعت امك دي ايه الغلطانه اللي انت فيها؟ وفي الدقيقه 104 مارتينيز ابو اورا ميسي يديله حته انفراده ويقول له خلصنا بقى، بس نقول ايه ضيعها. وفي الدقيقه 105 مارتينيز انكلح يضيع انفراده برضه، وهوب هوب هوب رحنا للشوط الاضافي الثاني. وفي الدقيقه 107 ميسي يشوط حته كره في الضيقه ولسه لوريس متالق لحد الدقيقه 108 تحل روح دياجو ارماندو مارادونا على الملعب وميسي يسجل الهدف الثاني وفكرنا بمونديال 86. ميسي كده مضى اوتوجراف للتاريخ بجون عمرنا ما هننساه والله، ويصبح هداف البطوله متساوي مع مبابي ب7 اجوان. والدنيا باظت، فرحه هستيريه، وشفنا فرحه ميسي ودي ماريا مع بعض. اصل دول حضروا نهائي 2014 لما خسروا، فاكيد هم فاهمين اللحظه دي كويس. وفي الدقيقه 116 مدافع الارجنتين مونتال تيجي الكوره في ايده وضربه جزاء لفرنسا، اثاره ومتعه مش عاديه. اي حكم في نهائي كاس العالم من توقيت زي ده عادي جدا انه ما يحسبهاش، بس حسبها ويدخل مبابي يجيبها ويدخل التاريخ، يصبح تاني لاعب في نهائي كاس العالم يجيب هاتريك ويصبح الهداف المونديال. وفي الدقيقه 122 نشوف صدة أسطورية وتاريخية من مارتينيز ينقذ ميسي والأرجنتين كلها، صدة من بتوع الهاندبول تضمن استمرار الأرجنتين. وفي الدقيقة 123 استمرار مارتينيز الكلح في ضياعة الفرص وشلل جميع الأرجنتينيين. ايوه هات الحبايه من على الجمل بسرعه. وفجأة في آخر لحظات الماتش امبابي يتحول لميسي ويرقص دفاع الأرجنتين واحد والتاني والتالت ويشوطها بس تطلع بره والشوط يخلص، وهوب هوب هوب نروح على البنالتيات، يعني ضربات الشقة والمعاناة وحرقة الدم. ويدخل امبابي الجاحد يشوط تالت ضربة جزاء ليه في نفس الماتش في نفس الحارس ويجيبها في نفس الزاوية. ويدخل بعديها ميسي يشوط شوطة تليق وإن يبقى آخر شوطة ليه في كأس العالم. وبعديها مارتينيز يصد شوطة كومان. وبعديها يدخل ديبالا اللي نازل مخصوص عشان يشوط ويريح دماغه ويشوطها في نص الجول، وتشاوميني يضيع لفرنسا ومارتينيز يقعد يرقص. وبعديها باريدس يسجل للارجنتين ومواني يسجل لفرنسا. ويدخل بعديها مونتيل اللي تسبب في ضربه جزاء ويسجلها، والكل يجري والكل يعيط وانا عيط، واجويرو يجري عشان ينزل معاهم في الملعب. على فكره ده خطر جدا عليه دلوقتي، وفي العادي كان زمانه بيلعب معاهم دلوقتي. وباتيستوتا يعيط في الاستوديو، وميسي مش مصدق نفسه وهو واقف في استاد اللوسيل. مبروك يا ميسي، مبروك يا اجمل من لمس الكره. ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حسي. اجويرو وباتيستوتا وزانيتي كلهم حاولوا، بس الكوره بتحبك انت. والارجنتينيين كلهم نزلوا في الشارع بحلم حياتهم بيتحقق. وعلى فكره مشاكلهم الاقتصاديه ممكن تتحل بسبب البطوله دي. ميسي بعد 8 سنين يرجع يحقق المستحيل. ورئيس فرنسا نازل ياخد اللقطه ويواسي مبابي. احسن تقييم نهائي 10 من 10 لاحسن مباراه نهائيه الواحد شافها من زمان. كده بحة خلاص مفيش مقارنه. ميسي عدى مارادونا، ميسي عدى كريستيانو، ميسي عدى الكل. انا كده لخصت لكم الماتش، تعال خد مني التفصيصه.
اول حاجه نبتدي بالمدربين. المدرب الارجنتيني سكولاني بصراحه فاجئنا كلنا في بدايه الماتش ده، كانوا بقاله ماتشين 3 دي ماريا قاعد احتياطي، بس فاجئنا بالماتش ده انه بادي بيه اساسي، ومش كده بس، بادي فيه في مركز غير مركزه. كلنا متعودين ان دي ماريا يبقى جناح يمين، المره دي كان جناح شمال. ونجاح الخطه دي ان دي ماريا كان كل اللعب من ناحيته، ودي هيثبت ان المدرب كان فاهم هو بيعمل ايه. ونروح لديشامب مدرب فرنسا، من اول البطوله هو بيلعب بسيستم ونهج ثابت. كلنا واخدين بالنا ان دايما فرنسا بتسيب الكره والاستحواذ للفرقه اللي هي بتلعبها، وده بيبقى نجاح. ليه؟ بيخطف هجمات مرتده كتير عن طريق امبابي. ونرجع لدي ماريا، حاجه سريعه كده عايز اقولها لك، انت فكرتنا وخليتنا نستعيد ذكريات احلى نسخه ليك في ريال مدريد. ونتكلم ككوره، الشوط الاول احسن شوط للارجنتين في كاس العالم، واحسن حاجه في المنتخب الارجنتين الاداء الفردي، ومن ناحيه الاداء الجماعي قدروا يرتقوا ان هم يبقوا زي منتخب فرنسا. وميسي عامل زي المايسترو في كل حته في الملعب، وكل ما هاجم بالكوره تحسه فيروس بيضرب الدفاع. وانزو هرنانديز على قد ما هو شاب لسه صغير بس كان شايل نص الملعب لوحده. لوريس حارس فرنسا اثبت فعلا ان هو حارس كبير جدا جدا جدا، على فكره ده حارس توتنهام في الدوري الانجليزي وعامل شغل عالي قوي. امبابي عايزين نقول لك ان انت مستواك كبير قوي، انت اللي جاي، انت اللي كلنا هنبقى قاعدين مستنيين ان احنا نتفرج عليه. انت لسه صغير وامبابي انت هتعمل حاجات كتير قوي. ونيجي نتكلم على حته في الماتش كده، لما شفنا في الدقيقه 40 تغيير جيرو ديمبلي، ما حدش فينا كان فاهم، بس احنا فهمنا ان هو عايز يلاعب امبابي مهاجم، وعلى فكره تعتبر نجحت. ونص ملعب الارجنتين كلنا شفناه في الماتش ده كان اقوى بكتير من فرنسا. انزو هرنانديز ودي بول وباريديس لما نزل، على عكس تماما خالص منتخب فرنسا. كنا متوقعين ان هم يبقوا مفوقين اكتر من كده بكتير، تشاوميني، كامافينجا، في كتير قوي كان ممكن يبقوا احسن من كده. انا شخصيا اتوقع ان دي نهايه عصر الارجنتين، وهنقعد فتره عقبال ما نشوف حاجه تاني زي ميسي ودي ماريا. ويا ميسي مش هتيجي اجمل من دي لحظه ان انت تعتزل دوليا. مش عايزين يجي يوم من الايام يبقى زي كريستيانو رونالدو ونلاقي المنتخب يعمل معاك كده. وكلمه انا شخصيا عايز اقولها لكريستيانو رونالدو، والله لو انت اللي كنت كسبت كنت هفرح كده واكتر. كلنا عارفين ان كده بقى ميسي احسن لعيب في التاريخ. معلش يا رونالدو، الكوره بتاعتك بتحبه اكتر، بس انت هتفضل للابد الدون. كده برنامج اسلام في كاس العالم خلص. شكرا بجد انكم استحملتوني، بس مش دي النهايه. اكس ملوش نهايه. اكس has no end. انا راجع ببرنامج جديد، عندنا لسه حاجات ومحتاجات. نرجع بقى للقطايف واللطايف. خد عندك بقى يا سيدي دوري مصري، دوري انجليزي، كاس العالم للانديه، دوري اسباني، ودوري الابطال، وعالم الفانتزي. يعني من الاخر كده مش هلحق اوحشكم. اشوفكم على خير، سلام.